أهلا بكم في فيديو جديد قناة عالم الزراعة المختلفة. اليوم سنقوم بزراعة الفول. طبعا الفول البلدي كما تشاهدون. الفول أكثر من نوع، اللي هو الفول البلدي حبة صغيرة. الفول الهيتي الحبة الكبيرة خالص، بيكون القرن فيه ست حبات. في الوسط، الحبة الوسط اسمه النص هيتي، بيكون القرن فيه 4 حبات، والبلدي أكيد بيكون فيه 3 حبات. مواعيد الزراعة بتختلف. الهيتي يزرع في بداية شهر 3 مع في بداية شهر 10 مع الصليب. البلدي يزرع بداية شهر 12 أو في شهر 1. طبعا أنا حضرت صيص، سطل أو صيص كما تشاهدون. بدنا التربة تكون ارتفاعها 30 سنتي. بدي أقوم بثقب التربة، ثم أوضع البذور. ما بدي أحط أكثر من 3 بذور في كل صيص. إن كان الحجم هيك أو كان الحجم أكبر، بدنا يكون كل 10 سنتي، كل 10 سنتي يكون بذرة. طبعا بدي أحط شيء خفيف من التربة عليها. بعد ذلك سأقوم بري التربة. طبعا الري بيكون أول شيء ري جيد، بعد هيك حسب الحاجة. بعد شهر من زراعة الفول البلدي كما تشاهدون النتيجة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا في شوية تمزق في الورق بسبب ثلوج الأمطار، ولكن ما بتأثر. طبعا بدنا الري يكون منتظم لأنه الفول حساس. أنا تقريبا سايبه على مية الشتاء تقريبا كل أسبوع. بعد شهرين من زراعة الفول البلدي صار عندي ارتفاع على ما يقارب 40 سنتي. بدأت الزهور تتفتح كما تشاهدون، ما شاء الله تبارك الله. في هذه المرحلة بدنا نعلي نسبة الري شوية، وبدنا نوضع انفيسمات عضوي أو أي نوع من أنواع الأسمدة أو المنشطات التحفيز أو المحفزات للنباتات. بعد 3 شهور على زراعة الفول، اليوم موعد جني ثمار الفول كما تشاهدون. طبعا زي ما حكينا هذا فول البلدي. أنا بدي أقطف الفول أخضر، بإمكانك تقطف الفول أخضر أو تتركه على الزرع حتى يجف بالكامل، وتقطفه كفول ناشف. كما تشاهدون ثمار الفول.
بعد ما وثقنا لكم طريقة الزراعة والعناية بالفول، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الفيديو يعجبكم، وإن عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة كنوع من أنواع الدعم، وشاركونا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.